رجال من أشراف قريش مجتمعين في الكعبة، وهم أبو جهل وأبو سفيان وأمية بن خلف وغيرهم. سمعتم بخير هذا الدين الذي جاء به هذا الرجل؟ أمية يشير إلى أصنام الكعبة. محمد إنه يبغض آلهتنا هؤلاء، ولقد اتبعه بعض القوم وإنهم يستخفون بصلاتهم في شعاب مكة. لقد علمت أن محمدا قد اتبعه أبو بكر وعثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص وآخرون، وأن سعدا استخفى البارحة في نفر من أصحاب محمد في شعب من شعاب مكة، فظهر عليهم نفر من قومنا وهم يصلون فناكروهم وعابوا عليهم ما يصنعون حتى قاتلوهم، فضرب سعد رجلا من قومنا بلحى بعير فشجه. إنها لفتنة يحدثها محمد، بل هي بدعة يحدثها في العرب بنو عبد مناف، لعلهم يريدون أن يظهروا ويذهبوا بها فضلا على العرب كافة. أبو جهل صائحا: هذا لن يكون، لقد تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، أطعموا فأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا، حتى إذا تحاذينا على الركب وكنا كفرسى رهان قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء. فمتى ندرك مثل هذا؟ كلا واللات لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه. نعم واللات لا نؤمن به أبدا. هلموا إلى أبي طالب نكلمه في أمر ابن أخيه قبل أن يستفحل الخط. نعم هلموا بنا. ينهضون في دار أبي طالب وهو جالس مع أبي جهل وأبي سفيان وأمية. يا أبا طالب، إن لك سنا وشرفا ومنزلة فينا، وإن ابن أخيك قد عاب ديننا، فإما أن تكفه عنا وإما أن تخل بيننا وبينه، فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه، فنكفيك أمره. يا بني قومي، يعظم علي فراقكم وعداوتكم، غير أني لا أطيب نفسا بإسلام ابن أخي لكم ولا خذلانه. لي رأى أتسمع مني؟ قل لي يا أبا سفيان، ما دمت لا تريد خذلان ابن أخيك فهذا عمار بن الوليد أنهد فتى في قريش وأجمله، فخذ، فلك عقل ونصره، واتخذه ولدا فهو لك، وأسلم إلينا ابن أخيك هذا الذي قد خالف دينك ودين آبائك وفرق جماعة قومك، فنقتله، فإنما هو رجل برجل. نعم الرأي. قريش كلهم في صوت واحد: نعم الرأي، نعم الرأي. والله لبئس ما تسومونني، أتعطوني ابنكم أغذوه لكم وأعطيكم ابني تقتلونه؟ هذا والله ما لا يكون أبدا. والله يا أبا طالب لقد أنصفك قومك وجهدوا على التخلص مما تكره، فما أراك تريد أن تقبل منهم شيئا. الله ما أنصفوني، ولكنك قد أجمعت خذلاني ومظاهرة القوم علي، فأصنع ما بدا لك. أبو جهل في غضب: هلموا بنا، هلموا. ينصرف معه جماعة قريش، ويبقى أبو طالب مطلقا مفكرا محزونا. محمد يقبل عليه: عماه ما لك؟ أبو طالب متغير الصوت: يا ابن أخي، إن قومك قد جاءوني في أمر هذا الدين الذي جئت به، وأجمعوا على فراقي وعداوتي، فأبقى علي وعلى نفسك، ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق. محمد في قوة وعزم: يا عم، والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته. لا يتمالك فيستعبر باكيا. أبو طالب يرق له: أتبكي؟ محمد يذهب منصرفا. أبو طالب يناديه: أقبل يا ابن أخي. محمد يقبل: أخاذلي أنت؟ أبو طالب في عزم وقوة: كلا، اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت، فوالله لا أسلمك لشيء أبدا.